اهلا بيكم. حابب اتكلم النهارده على عمليات تحويل المسار كعلاج لمرض السمنه المفرطه. يعني ايه عمليه تحويل المسار؟ يعني ايه عمليات تحويل المسار؟ باختصار، تحويل المسار بحول مسار الاكل بحيث انه ما يعديش على اول 2 متر من الامعاء. طب اشمعنى اول 2 متر من الامعاء؟ لان دي المنطقه اللي بيحصل فيها 75% من امتصاص الدهون والسكريات، وبالتالي الاكل ما بيمرش على المنطقه دي، فامتصاص الدهون والسكريات بيقل جامد جدا، وبالتالي المريض بيخس. مصاحب ليها في العمليه ان انا بصغر حجم المعده، بفصل جيب صغير من المعده، وبالتالي العمليه دي زي ما احنا بنشرح ليها جزء ريستريكتيف، يعني جزء ان المعده بتصغر فكميه الاكل بتقل، وجزء مال ابزوربتيف او ان هو مفيش امتصاص لمعظم الدهون والسكريات. بنسميها عمليات تحويل المسار، يعني ليها كذا عمليه. اشهرهم طبعا اول حاجه عمليه تحويل المسار المصغر، ودي بنفصل فيها جيب برضو من المعده بواسطه دبابيس ودباسات، وبعدين بنوصل الامعاء بالجيب ده بعد اول 2 متر، وبالتالي الاكل ما بيعديش على اول 2 متر. عشان كده دي بيسموها تحويل المسار المصغر او تحويل المسار اللي فيه وصله واحده بس ما بين المعده او الجيب ده وما بين الامعاء.